يا سلام. اسمحي لي اقول لك بقى ان ابنك ده بيتدلع. العروسه مش عاجباه في ايه؟ والله يا ام احمد بيقول لي مش عاجباه، بيقول لي شكلها كبير. كبير؟ ده حيالله 32 سنه، وهو ابنك اللي صغير قوي. ما تاخذنيش يعني، ما ابنك على اعتاب ال40. يعني بيقول شكلها كبير مش زي سنها، هو عايز واحده يعني شكلها صغير. ودي نجيبها له منين بقى؟ ان شاء الله نفصلها له تفصيل. معلش يا حبيبتي شوفي تاني كده من عندك، يعني شوفي له واحده كده من 25 ل 35. وهي ام 25 سنه هتاخد واحد عنده 38 سنه ازاي يعني؟ ليه يعني يا ام احمد؟ ما انا ابني برضو شكله صغير، العمر مجرد رقم. ولما هو كده مش قابل البنت ليه؟ قلتلك بقى شايفها كبيره، شكلها كبير عليه. ولا كبيره ولا حاجه، ما علينا. انا هبقى اشوف له تاني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمه الله. ازيك يا خالة ام احمد؟ الحمد لله يا مصطفى، انت عامل ايه؟ خالتك ام احمد زعلانه منك عشان العروسه اللي رفضتها. وتزعل ليه؟ كل شيء اسمه نصيب، وطالما مفيش قبول يبقى انا هتجوز غصب عني ليه يعني؟ بقى بذمتك يا مصطفى، العروسه اللي انا جايباها لك بتقول عليها كبيره؟ مش موضوع كبيرة ولا صغيرة، انا مش حاسسها، مفيش قبول. وانت بقى كل ما نجيب لك عروسه هتقعد تتشرط كده؟ انا اسف يا خالة، بس محدش قال لحضرتك يعني تجيبيلي. والله بقى كده. ايه رايك في الكلام ده يا ست ام مصطفى؟ انا اللي قلت لها يا مصطفى طلع نفسك انت من الموضوع ده. اطلع نفسي؟ اذا كان الموضوع يخصني انا وانا مش عايز حد يشوف لي يعني. خلاص احنا اسفين لك. انا اسفه يا ام مصطفى. انا مش هتصدر للموضوع ده تاني. ابنك شكله مش عايز حد من طرفي. لا مش لا كده كاني بس. ولا ماني. انا غلطانه لك يا سيدي. دبر نفسك بقى انت وامك. سلام. عجبك يعني امي اللي حصل ده؟ خليت اللي يسوى واللي ما يسواش يكلمنا كده. هو انا طلبت عرايس؟ انا يا ستي مش عايز اتجوز خلاص بقى. بنت يا ليلى، قاعدين نكلمك يا بنت من الصبح. لا ليلى مش معانا خالص، اللي واخد عقلها. سيبوني في حالي سيبوني في حالي. ايه يا بنت في ايه؟ كل ما اتعرف على حد من النت واقول له سني يطفش. هو 42 ده كبيره؟ برضه من النت مفيش فايده فيكي، ما بتحرميش. يا بنت ما تفكك من النت ده بقى، خليكي ناصحه زيي. انزلي جيم ولا روحي نادي، هتلاقي هناك عرسان كتير. انا مش بتاعت التنطيط ده يا داليا، انت صحتك مساعداكي. اه صح نسيت. شايفه بنتك يا ماما؟ بس يا داليا، الله بهزر معاها في ايه؟ مش وقت هزارك. انا مش فاهمه يعني، هو انا باين عليا سن؟ ده انا مهتميه بنفسي اكتر من اللي عندها 20 سنه. معرفش مالهم شباب اليومين دول، اول ما يشوف صورتي هيبقى هيموت عليا، ويبقى مش عايز يبطل كلام. اول ما نبدا نتعرف واقول له السن خلاص الاقيه اختفى. وبعدين يعني اختك معاها حق يا ليلى، بتوع النت دول مش بتوع جواز. عايزين شابه صغيره قدهم يتنططوا معايا يمين وشمال، مش عايزين ست بيت. لا عايزين ست بيت، ما هما بيتكلموا في موضوع الجواز، اول ما اقول لهم سني خلاص يطفشوا. بس انا خلاص مش هبقى صريحه من هنا ورايح. ازاي يعني؟ يعني هقول سني غلط، هصغر نفسي بتاع 5 6 سنين كده. ما هما دول ما ينفعش معاهم الصراحه. يعني هتبداي حياتك على كده؟ مش مهم، هو لما يشوفني على الحقيقه هيلاقيني شكل صغير، وبعد كده هبقى افتح بقى معاه الموضوع ومش هيقول حاجه. يا لهوي عليكي يا بيت. الله، مش احسن معنس؟ محدش له دعوه بيا، انا عارفه مصلحتي كويس. وبعدين في اختك دي هتطلع من حفره تقع في ضحضيره. ما هو بصراحه عندها حق يا ماما، هتعمل ايه يعني؟ يا بيت الكذب ملوش رجلين. ما هي قالت لك مش هتكذب عليه على طول، لما يشوفها بس كده ويحبها يعني، وقتها هيتغاضى عن موضوع السن ده. والله ما انا عارفه اقول ايه، انا اصلا مش مرتاحه لموضوع النت ده، لا عارفين اصلهم ولا فصلهم. يلا اللي في الخير يقدمه ربنا. الجميل بيعمل ايه؟ يا خضتني يا ولد. يا اختي على اللي بتتخض. حكايتك ايه؟ المهم انت اتاخرت كده ليه؟ مفيش، كان عندي مشوار كده بعد الشغل. مشوار ايه بقى ده؟ مشوار سري؟ لا ولا سري ولا حاجة. هو انا اقدر برضه اخبي عليكي حاجة؟ طب ايه هو المشوار ده؟ هقولك يا امي هقولك. بس المهم ايه، خلصت الغدا ولا لسه؟ انا واقع من الجوع. ليه ما اكلتش في المشوار؟ ما انت عارفاني ما احبش اكل غير من ايدك. يا سلام، اما اشوف اما تتجوز هتعمل ايه؟ برضه هاجي اكل من ايدك. يا سلام، والمحروسه هتسيبك؟ لو ما سابتنيش هسيبها انا. طب ماشي، يلا روح غير هدومك، نص ساعه واكون حضرت لك الغدا. ماشي يا حبيبتي. مش عارفه لما تتجوز يا مصطفى هعمل ايه من غيرك، واخد بحسي ومسليني. ربنا يرزقك بالزوجه الصالحه يا رب. معلش يا حبيبتي ما تاخذنيش على اللي حصل من مصطفى اخر مره، هو مضغوط بس وبيدور يمين وشمال ومفيش واحده عاجباه ونفسيته وحشه. طب يعني عشان مضغوط يكلمني كده يا ام مصطفى؟ ده انا بعمل فيه معروف وبعمل فيه خير. يا بخت من وفق راسين في الحلال ويكلمني بالاسلوب ده ويقول لي مش عايز ومحدش قالك شوفي لي. معلش يا حبيبتي مسحها فيا انا. لا خلاص عادي بقى. المهم انا جايالك كده عشان موضوع برضه. خير، فرحيني وبشريني، لقيتي عروسه تانية؟
والمرة دي مش أي عروسة، دكتورة. يا صلاة النبي، المهم عندها كام سنة؟ 29 سنة. يا ما شاء الله، حلو حلو، مناسبة دي، المهم حلوة. برضه هتقولي حلوة ووحشة، انتوا لاقيين. ما تأخذنيش يعني. بس هو أي واحدة وخلاص. المهم مناسبة ومحترمة وبنت ناس. ما انت عارفة ابني مصطفى ما بيعجبوش العجب، وبتاع مظاهر شوية. على العموم هي حلوة، وبرضه ابنك يشوفها يعني. بس اسمعي، لو طلع لي فيها القطط الفاطسة المرة دي هحلف مليون يمين ما تصدر له تاني. انا كنت ناوية ماليش دعوة وهطلع ايدي من الموضوع، لولاكش بس انت اتحايلتي عليا. معلش يا حبيبتي، انا عايزة افرح بيه بس، والله قاهرني ومزعلني، وكل اللي في سنه ماشيين وعيالهم طولهم جنبهم، وهو يا حبة عيني لسه حتى ولا خطب مرة. طب يعني على كلامك ده المفروض بقى يوافق على طول، مش قاعد بقى يتأمر ويتشرط. ايه هو في ايه؟ معلش، برضه من حقه يختار. يختار، ما قلناش حاجة، بس مش كده يعني. ايه مفيش ولا واحدة عجباه؟ هو ذوقه كده، ليه مواصفات كده معينة. طب هنشوف. على العموم انا هديك رقمها، وانتوا بقى ايه اتصلوا بيها كده وظبطوا مع بعض ميعاد. ماشي يا ام احمد، ما نحرمش منك يا رب. تعالي اتفضلي يا ليلى، ما تتكسفيش. ايه ده؟ انت هنا يا ام احمد؟ ايوه هنا. ايه، ما كنتش عايزني ابقى موجودة ولا ايه النهاردة؟ لا مش كده، بس يعني الموضوع اللي حضرتك جايه فيه ده، مش كنا نهيناه المره اللي فاتت؟ شكلك استغنيت ولقيت البديل. اسمعي يا ام مصطفى، انا همشي دلوقتي وابقى اجيلك تاني عشان كلامنا لسه ما خلصش. ماشي يا حبيبتي، ماشي. اتفضلي اقعدي يا ليلى. مين دي يا مصطفى؟ تعالي جوه بس يا امي، عايزك ثواني. عن اذنك يا ليلى، شويه وجايلك. خدوا راحتكم. مين دي يا مصطفى اللي انت جررها لي وجاي دي؟ وازاي تجيب ضيوف من غير ما تقولي؟ افرض بقى الوقت مش مناسب عندي. دي ليلى عروسه ابنك. انت خطبت؟ خطبت ايه يا امي؟ انا جايبها بس عشان تشوفيها ويبقى تعارف كده. جايب لي واحده البيت وتقولي تعارف؟ هو مين اللي يجي لمين؟ وفين اهلها دي؟ ازاي سمحوا لها تدخل بيت حد غريب كده؟ ايه يا امي، في ايه؟ وطي صوتك. اوطي صوتي؟ ده اللي همك يعني؟ انا مش فاهماك، مش فاهمه تصرفك ده. مين دي وعرفتها منين؟ وليه اصلا تجيبها البيت؟ دي يا امي اتعرفت عليها كده من اسبوعين، ولقيتها مناسبه ليا وناوي اخطبها ان شاء الله. كده على طول من نفسك؟ مالكش ام تحكي لها؟ ازاي يا امي؟ ما انا جايبها لك عشان تعرفيها. وانت عشان جايبها لي المفروض افرح يعني ولا ايه؟ مش المفروض قعده التعارف دي تكون في بيتها؟ الدنيا تشقلب حالها ولا ايه؟ لو سمحتي يا امي وطي صوتك ارجوكي، مش عايز فضايح. فضايح؟ انت اللي عامل الفضايح. ما علينا، حسابك بعدين معايا. انا بس مش فاهمه ازاي هقعد مع واحده ما اعرفش حتى اسمها ايه. ما انا هعرفكم على بعض دلوقتي، عشان خاطري امي لايميها بقى وعدي اليوم. ماشي يا مصطفى، ما اشوف اخرتها معاك ايه. اهلا وسهلا يا بنتي. اهلا بيك يا طنط. دي بقى ليلى يا ماما، اتعرفنا انا وهي عن طريق النت. نت؟ ايوه، كانت بتسأل سؤال كده عن حاجه وانا جاوبتها وتعرفنا يعني. يا صلاة النبي. وبعدين؟ ولا قبلين، وتعرفنا وقعدنا نتكلم زي اسبوعين. وعندها كام سنة بقى؟ عندي 35 يا طنط. 35؟ طالما انت حلوة كده ما اتجوزتش ليه لحد دلوقتي؟ ما حصلش نصيب. هي اتخطبت قبل كده وما حصلش نصيب. ومتعلمة على كده؟ ايوه، انا خريجة جامعة. يعني خريجة جامعة وحلوة، ولحد دلوقتي قاعدة كده ما اتجوزتش؟ هي مش عاجبك حد خالص؟ لا يا طنط، في مواصفات معينة كده في بالي وما كنتش لاقياها. ولقيتيها في ابني بقى؟ المهم يا امي، انا قلت اجيبها لك بقى وتشوفيها وتتعرفوا كده، عشان لو يعني اتفقنا نروح نطلبها. وهو انت يا بنتي اهلك يعرفوا ان انت جاية هنا؟ مش مهم الكلام ده يا امي، الضيفه مش هتشرب حاجه ولا ايه؟ لا، ودي تيجي؟ تحبي تشربي ايه يا حبيبتي؟ اي حاجة من ايدك يا طنط. طيب، انا حاسة ان مامتك مش طايقاني يا مصطفى، يا ريتني ما جيت. ايه اللي بتقوليه ده يا ليلى؟ هي امي اتخضت بس من الموضوع عشان ما كانش تعرف عنه حاجه، لكن بكره تحبك وتتعود عليكي، امي طيبه قوي. هي فين ليلى؟ مش شايفها يعني من الصبح. خرجت. يلا خليها تغير جو شوية، بدل التليفون اللي ماسكاهولي 24 ساعة ده زي البزازة. اهي جات اهي. هلو هلو. ايه يا ليلى الغيبه دي؟ كنت فين يا بنتي كل ده؟ كنت في مشوار كده. مشوار فين ده؟ تتحسدي. اول مرة تخرجي وترجعي فرحانة، اول مرة. يا ساتر يا ماما، صلي على النبي في قلبك عليه الصلاة والسلام. تعالي اقعدي بقى، احكي لنا كنت فين. انا جايلي عريس يا بابا. صحيح يا بنت؟ ايوه يا ماما. ومين هو بقى، ولا من طرف مين؟ من طرفي انا، محدش جابهولي، انا اللي جبته لنفسي. طب عرفتيه منين؟ بصراحة يا بابا انا عرفته من على النت. وماله؟ وعنده كام سنه ولا بيشتغل ايه؟ ايه ده يا بابا؟ يعني انت مش هتزعقلي؟ وزعقلك ليه طالما مناسب وابن ناس؟ ليه لا؟ بجد يا بابا؟ طبعا. طب وانت يا بنت يا ليلى، ده قلت له على سنك الحقيقي ولا لا؟
ما انت عارفة يا ماما اخر مرة قلتلك ايه؟ قلتلك يعني ان انا مش هقول لهم السن الحقيقي وهصغر نفسي 5 6 سنين كده. برضه مفيش فايدة فيكي. عاجبك كده يا حاج؟ تضحك كده على ولاد الناس؟ وايه يعني لما يخطبها تبقى تقول العمر مجرد رقم، المهم الشكل. وانا بنتي قمر وست البنات كلهم، هيلاقي في جمالها وحلاوتها فين؟ بس برضه يا حاج يعني ما يجيش كده بعد كده يلومنا، هيبقى شكلنا ايه؟ خلاص هي تقوله ان احنا ما نعرفش ان هي عملت كده. والله يا ليلى ملوش لزوم كل الكلام ده. قلت لها يا حاج تنزل تشتغل، مش يمكن في الشغل تلاقي واحد ابن حلال ومناسب ليها، ولا تكذب ولا تعمل. بذمتك يا بابا انا هشتغل ايه بالدبلوم اللي معايا ده؟ اه صح فكرتوني. اوعى تقولوا له ان انا معايا دبلوم، انا قلت له ان انا معايا جامعة. كمان بتكذبي في دي؟ عشان هو بس مهندس يعني، واخاف يعني اقول له الحقيقة يرفضني. انا مش هتكلم، اتكلم انت يا حاج. يا ست وماله، مش يمكن لما يحبها يطنش بقى الحاجات دي كلها؟ ايوه يا بابا انا متأكدة ان هو بيحبني ومش هيقول اي حاجة. ايوه، احنا في الاول بس كده نجر رجله وفي الاخر يعرف اللي يعرفه. طالما متأكدة ان هو بيحبك مش هيقول حاجة، واصلا مش مهم يعرف ولا هيعرف. طول ما انت ما بتوعيش بلسانك مش هيعرف حاجة. حتى مش هنعمل خطوبة، كاتب كتاب ودخل على طول. يا سلام، هو في حد ما بيعملش خطوبة؟ ايوه، مش هم عارفين بعض؟ لازمتها ايه بقى الخطوبة واحنا جاهزين وهو اكيد جاهز، ويلا نتوكل على الله. ايوه يا بابا هو جاهز طبعا. هو وحيد امه، وامه عندها شقة كبيرة جدا، وهو كمان عنده شقة لوحده، وشغلانته حلوة قوي ومرتبه تحفة. يا سلام، وقعتي عليه ازاي ده يا بنت يا ليلى؟ بنت ابويا. على فكرة انت اللي مبوظ البت دي، وانت اللي مشجعها على الكذب ده. الكذب ملوش رجلين، وهيجي عليه يوم وهيعرف كل حاجة، وساعتها هنطلع شكلنا وحش قوي قدامه. انتوا احرار بقى. سيبك يا بنت من امك دي غاوية فقر. ها، اتفقتوا هيجيلنا امتى بقى؟ ايه يا ابن الناس دول؟ انا الصراحة مش مرتاحة للموضوع ده. انت يا امي من ساعة ما عرفت ان انا عارفها من على النت وانت مش مرتاحة. مالهم يعني؟ الناس قمة الادب والذوق. انا ما بتكلمش على الادب ولا على الذوق. انت مش شايف ابوها بيتكلم ازاي؟ مش عايز يعمل خطوبه وعايز يكروت الدنيا كلها كده في اسبوع. قال بيقول لك ايه؟ انت مش عارفها من 3 اسابيع، هديك كمان اسبوع اهو تتعرفوا، وبعد كده نكتب الكتاب. ايه هو بيقطع من لحمه؟ ده جواز، المفروض يعني على الاقل 6 شهور. 6 شهور؟ 6 شهور ايه؟ خطوبه 6 شهور ده اقل حاجه، ده في ناس بتقعد مع بعض بالسنين وما بيبقاش لسه فاهمين بعض. والله يا امي الراجل كان كلامه واضح، بيقولوا هما اتعقدوا من الخطوبة، بقى العريس داخل طالع عليهم ومحصلش نصيب في الاخر. طب وعلى ايه؟ ما انا عارفها وهي عارفاني. انت بتستهبل يا مصطفى، انت لحقت تعرفها يا ابني؟ ده انت ما كملتش شهر. في ناس يا امي بيقعدوا مع بعض سنين وبرضه ما بيفهموش بعض، مش بالشهور ولا بالسنين. انا من اول يوم قعدت معاها فيه وانا ارتحت لها، وهي كمان نفس الموضوع. وهو الراجل عطانا كمان اسبوع اهو عشان نجهز حاجتنا فيه. وهي حاجتها هتجهز في اسبوع؟ هي اصلا جاهزه يا امي، هتعمل الترتيبات بتاعتها الاخيره دي وخلاص. ماشي يا مصطفى ماشي، لما اشوف اخرتها ايه معاك. طب اضحكي بقى يا امي، فرفشي، ما تكسريش فرحتي. مش ده اليوم اللي كنت بتستنيه من زمان؟ ايوه يا ابني ما بس. بسش خلاص، افرحي لي يلا بقى، وريني ضحكتك. ماما. تعالى يا مصطفى. ايه يا امي، نمتي ولا ايه؟ لا يا ابني فردة جسمي بس شوية كده. ايه في حاجة ولا ايه؟ اصلا انا عزمت ليلى النهارده على الغدا عندنا. نعم يا اخويا. ايه يا امي، عندك اعتراض ولا ايه؟ هو انت وبعدين معاك يا مصطفى؟ يا ابني هو انت عايش لوحدك في البيت؟ مالكش ام يعني تسألها عاملة حسابي مش عاملة حسابي، تعبانة مش تعبانة؟ وبعدين فين التقدير بتاعتك دي؟ لا يا امي، ما انا عامل حسابي، انا طلبت اكل جاهز، يعني انت مش هتتعبي في حاجه. هو انت كل حاجة عندك الاكل وبس؟ يمكن انا مش قادرة اقعد معاها، يمكن انا تعبانة مش قادرة اقوم من سريري. لازم تسألني الاول الوقت مناسب ليا ولا لا. خلاص انا ممكن اعتذر لها. الموضوع ما هوش موضوع اعتذار، لازم تقدرني شوية. ما بقاش انا كده اخر حاجة عندك، مش تروح تاخد قراراتك وتتفق وبعد كده تيجي تقولي. عيب يا مصطفى. خلاص انا اسف يا امي، والله اخر مره. وبعدين اول عزومة المفروض تكون هي اللي عازماك في بيتها. الدنيا تشقلب حالها. عمري ما شفت البنت هي اللي تيجي في بيت خطيبها، وامها دي اللي ما ينفعش تتساب لوحدها. انتوا قاعدين مع نفسكم وانت سايب لي امها بقى عايزة تتكلم بقى وتتساير وانا مصدعة. لا، امها مش جايه يا امي. احسن. امال مين اللي جاي معاها؟ هي جايه لوحدها. جاية لوحدها تاني؟ واد يا مصطفى انت يا واد اتأكدت من اخلاقها؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ ايوه، يعني اول مرة جت لوحدها وعديناها، وتاني مرة كمان؟ ايه يا ابني في ايه؟ هي الاصول اتعدمت ولا انا اللي بقيت دقة قديمة؟ ما هو مش ممكن يعني. يا امي عادي، الدنيا اتطورت، في ايه؟ ما بقاش زي على ايامكم يعني. خلاص المهم انا هكلمها وتيجي. ها، ايه اللي بيحصل ده؟ طب والله ما انا ساكتة. حبيبة اختك ازيك يا ماجدة؟ الحمد لله يا حبيبتي.
انت عاملة ايه والبنات عاملين ايه؟ الف سلام عليكي يا حبيبتي، الله يحفظك ويديك الصحة. المهم بقولك ايه، ابعتيلي بناتك النهاردة، اصل مصطفى عازم خطيبته عندنا النهاردة على الغدا، وقال ايه جاية لوحدها. بنات اخر زمن، وانا تعبانة والله وظهري واجعني، مش هفضل قاعدة على الكنبة كده قصادهم، ده حتى ما قاليش عزمها من ورايا، فانا قلت اكلمك عشان تبعتيلي البنات يقعدوا معاهم ويشوفوهم كده. هفضل انا نايمة جوه على السرير وهم قاعدين بره لوحدهم، ما يصحش. ابعتيلي بقى جنى ومنال، ماشي؟ ما تنسيش، يلا يا حبيبتي، وانت خلي بالك من نفسك، هبعدي عليك انا كده اشوفك اطمن عليكي. يلا يا حبيبتي مع السلامة، خليهم بقى ييجوا يقعدوا على قلبكم. شايفة قاعدين لازقين في بعض ازاي؟ هو احنا ايه بقى، طيشة ولا ايه؟ ايه يا مصطفى في ايه؟ هو احنا جايين نقعد مع نفسنا؟ بقالنا ساعتين قاعدين وانتوا لازقين في بعض كده وعمال تتكلموا. ايوه، عايزانا نعمل لك ايه يعني؟ تقعدوا معانا وتتكلموا معانا، هو احنا جايين لمين؟ والله ما اعرفش انتوا جايين لمين، انا خطيبتي جايه لي عشان نقعد مع بعض. بقى كده؟ وبعدين انتوا قاعدين لازقين في بعض كده ليه؟ والله دي حاجه ما تخصكيش يا منال، انت مش وصيه عليا. يعني مش وصية عليك؟ امال انا خالتي جايباني ليه؟ ليه، هو انا امي اللي جايباكوا؟ ايوه عشان يبقى معاكم محرم. محرم؟ وانا ما ينفعنيش الكلام ده، انتوا لازقين في بعض كده ليه؟ المفروض جنى تقعد في وسطكم، مش عشان خالتي نايمة جوه يبقى خلاص، تقعدوا براحتكم بقى. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ قاعد مين وسطينا؟ انت جايه لخالتك، انت مالك بيا؟ لا يا حبيبي، انا مش جايه لخالتي، انا خالتي اللي جابتني عشان افضل قاعده متابعاكم. متابعانا؟ ليه، انت شايفاني عيل صغير قدامك ولا ايه؟ وانا كل ده مفكركم جايين زياره، ما اعرفش التخاريف اللي انتوا جايين عشانها دي، واصلا لو اعرف كنت رجعتكم من الباب، ما كنتش دخلتكم. هي وصلت لكده يا مصطفى؟ بتطردنا بطريقه غير مباشره يعني؟ ماشي، احنا غلطانين فعلا، يلا يا جنى. احنا ماشيين يا خالته، ابنك طردنا. ايه ده، البنات راحوا فين؟ ماشي. مشوا ازاي يعني؟ مش فاهمه انا، ويمشوا ليه؟ انت زعلتهم؟ هو انت جايباهم يراقبوني؟ جايباهم يقعدوا معاكم عشان انا ظهري وجعني، مش حمل قعده الكنب. ايوه جايباهم يراقبوني. ليه، هو انتوا بتعملوا حاجه غلط؟ ما انتوا قاعدين اهو، ولا خايف من ايه؟ اخاف؟ انت مش عارفه تربيتك يعني، ومش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا اذنك يا مصطفى، انا هروح بقى عشان اتاخرت. لا، رايحه فين؟ احنا لسه ما قعدناش. معلش المره الجايه، عن اذنك، عن اذنك يا طنط، اذنك معاكي يا اختي. كده تصغريني قدام خطيبتي يا امي؟ اصغرك ايه ولا الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايوه، جايبه بنات خالاتي عشان يراقبوني، هو انا عيل صغير ولا ايه؟ ده الحمد لله يا شيخه اني هتجوز واغور. ماشي يا مصطفى، علي صوتك عليا، ماشي. الف مبروك يا ام ليلى، الله يبارك في عمرك يا حبيبتي، ربنا يسعدهم يا رب، امين يا رب، وعقبالك يا داليا. شكرا يا طنط، ربنا يخليكي. ايه القمر ده؟ طلع زي القمر بالفستان. بجد؟ طبعا بجد. وانت كمان زي القمر بالبدله. لا بس مش احلى منك، انت واكله الجو كله. يا ولاد، هو المأذون جاي امتى؟ اه صحيح، هو اتاخر كده ليه؟ انا هدخل اسال بابا، المفروض ان هو اكلمه. ادخلي اساليه كده. الف مبروك يا حبيبي، ربنا يتمم لكم على خير يا رب. يا رب، وعقبال داليا. ايه يا بنت، المأذون متاخر كده ليه؟ زمانه جاي يا طنط، بابا كلمه والله من بدري. طب يا بنت، ادينا قاعدين اهو مستنيين، والله لو اعرف انه هيتاخر كده كنا اتغدينا من بدري. غدا ايه يا ام ليلى، ملوش لزوم يا حبيبتي. دي بطاقتك يا ليلى؟ اوعي تضيع، حطها على الطرف كده ليه؟ اديها لي بس انا هشيلها. هات يا مصطفى، يا مصطفى في ايه، هاتها. انت خايفاني اشوف صورتك بقى؟ والله صورتك حلوه، مالها ايه؟ لا مش حكايه كده، هاتها بس عشان ما تضيعش. ايه ده؟ هات لو سمحت يا مصطفى، هات. في يا بنت يا ليلى، ما تخليش في صورتك، مالها يعني؟ مواليد 84؟ ازاي يعني؟ انت مش قايله لي 91؟ طب هات لو سمحت. طب ما تجاوبيني، مالك بتبص كده ليه؟ جاوبيني. اصل هما كتبوني بالغلط وايه؟ اي كلام في اي كلام. ممكن افهم يا طنط ايه اللي بيحصل ده؟ بصراحة يا ابني، ليلى عندها 42 سنة. نعم يا اختي، بتقولي ايه دي بس يا حاجة كده، وهفهمكم انا على كل حاجة. تفهمينا ايه؟ انتوا بتلعبوا بينا ولا ايه يعني؟ يعني كنتوا بتكذبوا علينا؟ هي يا ابني كانت هتقولك والله، بس يعني. بس ايه، مستنيه نجيب العيل التالت عشان تقول لي؟ عيل تالت؟ ده انت غلبان قوي، مش لو جابت الاول يا فالح، هي دي هتعرف تخلف ولا تعرف تعمل حاجة؟ ده اللي في سنها جدة، عيب لو سمحت اللي بتقوليه ده، عيب. هو انتوا تعرفوا العيب ولا عدى عليكم؟ ايه مالكوا، في ايه؟ صوتكم عالي كده ليه؟ في ان بنت حضرتك كذبت علينا، ومن الواضح ان والدتها كمان عارفه كل حاجه، ومش بعيد ان حضرتك كمان تكون عارف. عارف ايه وكذبت عليكم في ايه؟ بنت حضرتك عندها كام سنه؟ 42. وبتقولها بكل بجاحة. يعني انت ما تعرفش ان بنتك قايله لي انها عندها 35؟ وانا وامي جايين على الاساس ده، وكمان كنتوا هتدبسونا في كتب كتاب وجواز. ده الحمد لله ان المأذون اتاخر عشان تتفضحوا كده. انتوا عاملين مشكله ليه؟ هي باين عليها سنها، شكلها اصغر من سنها بكتير.
ايه المشكله يعني؟ العمر مجرد رقم في بطاقه، انت ليك فيها هي وبس. بنتي ما شاء الله عليها شكلها صغير. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ هو حضرتك بتشجعها على الكذب وانها تبدا حياتها بكذب؟ انا مش مصدق نفسي والله. هو انتوا شايفين انكم لما تستروا بنتكم بالكذب ده شيء صح يعني وعادي للدرجه دي؟ ما بقاش فيه اخلاق؟ احترم نفسك. والله انا محترم نفسي وداخل البيت من بابه وما لعبتش على بنتكم ولا حاجه، وكنت صريح معاكم في كل حاجه. يبقى انتوا اللي تحترموا نفسكم. يلا يا امي. ده الحمد لله ان المأذون اتأخر وربنا ورانا الحقيقة. اسفخس عليكم. عندك كده كم مرة اقول لكم الكدب ملوش رجلين، وهيجي في يوم وهيعرف وهنتفضح ويبقى شكلنا وحش. اهو خليتوا واحد زي ده هو وامه يغلطوا فينا. يغور في 60 داهيه. هو ايه اللي خلقه وما خلقش غيره؟ يا سلام بالسهولة دي؟ وبنتك دي اللي نفسيتها هتتدمر، والناس هيقولوا علينا ايه؟ هيقولوا سبب في يوم كاتب الكتاب؟ شاف عليها ايه؟ الحقي يا ماما، ليلى موتة نفسها من العياط. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مصطفى، انت وامك الحيزبونه. بنت نفسيتها هتتدمر، دي حساسه وانا عارفها. بذمتكم يا جماعه ده سبب يخليه يسيبها يوم كاتب الكتاب؟ كان عاتبها بعد كده، كان زعل منها ومشى اليوم. يسيبها عشان اكبر منه بشويه؟ ده اللي قدها لسه ما اتجوزوش، وبنتي شكلها صغير وحلوه. اهي تلكيكه والسلام. حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وامك. انا هروح عمره مخصوص عشان ادعي عليه هو وامه.